امتى بتتعصب؟ بتعصب لما بتعصب في الشغل أوي. بتعصب في الشغل ليه بقى؟ ببقى رايح عندي فيجن، وافلام علي الكسار لسه بتتذاع لغايه النهارده، وافلام نجيب الريحاني لسه بتتذاع لغايه النهارده، بغلطاتها بحاجاتها. اما بتفرج على فيلم انا وانا مخرج، بتفرج على فيلم ابيض واسود والاقي فيه عيب، اقول ايه المخرج ده والله العظيم ثلاثه انت كنت بتهرج يا اخي وبتاع. بس ما كنتش اعرف ساعتها ان هو طلب الحاجه وما جاتلهوش، او ان الناس اللي حواليه عطلته ان هو يحققها. فطلعت بعقيده ان في الاخر كل حاجه محسوبه عليا انا في الشغلانه، لان انا كل التتر بيمشي يجري لقدام ويتبقى اسمي في النهايه هو اللي بيتكتب ويحصل له فريز. فكل حاجه هو حسب عنها. اخطاء كل الكرو في 180 واحد بيجروا قبلي في الكرو، اخطائهم كلها انا اللي بحاسب على المشاريع. فقررت ان انا لا اسمح لاحد بالخطا، وانا مش بشتغل مع المان، بشتغل انا عندي 3-4 رؤساء اقسام، وعندي الباقي كلهم عماله. العماله المصريه صعبه في ادارتها، فاخطاء كتير يعني اقول دي هنا تتحط هنا. فبحس ان انا لن اسمح ليهم في الاخر ان الشاشه تطلع مش اللي انا عايزه. فبالتكسير بقى بالبتاع ممكن ادخل ديكور اهده كله اكسره قبل الكاميرا، اكسره كله، مش هصوره كده. حصلت قبل كده طبعا. بس قبل كده دخلت مسكت عصايه كبيره ودغدغت الديكور كله على الارض. وقلت في اي عمل؟ كان في حكايه حياه، في اول بدايه حكايه حياه، وده كان السبب ان انا غيرت ساعتها مهندس الديكور. قعد يبني 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 يبني، ورحت في الاخر لقيت حبه خشب موجود كده وحبه حاجات على بعضها ومش اللي انا عايزه وبتاع، كسرته وقلت ان انا مش عايز مهندس ديكور. هو صديقي على فكره دلوقتي، احباب انا وهو جدا، اصحاب كويس قوي انا وهو. مين اكتر حد اتصدمت فيه في حياتك؟ مش يعني مش ميزه ان انا اقول لي اكتر حد اتصدمت فيه، ما بحبش اقول. ناس كتير طيب ولا اشخاص؟ انت بتسالي سؤالك بيقول مين اكتر حد يعني واحد، شخص واحد. لا يعني لو سؤالك عايز يودينا لحته معينه، لا مش هو الحد اللي انت في دماغك خالص.